باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من عظماء ما نعرفهمش. النهاردة بنقابل شخصية عظيمة، بس انتم مش عارفينها. في الكتاب المقدس في العهد الجديد. مين ده؟ تروفيموس. تروفيموس الرسول، وكمان رسول. ايه مين تروفيموس ده؟ تروفيموس ده شخص من الأمم، من منطقة آسيا الصغرى، وده اتولد هناك وعاش في مدينة أفسس اللي هي العاصمة بتاعة آسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا. وبعد كده لما كبر راح على اليهودية وعرف المسيح ومشي وراه بقى وفي تعاليم، واختاروا المسيح عشان يكون أحد الرسل ال70 بتوعه. مشي معاه بقى وشاف معجزات والتلمذ على ايديه، وفضل معاه لغاية الصلب والموت والقيامة. وبعد كده حل عليه الروح القدس يوم 50 مع بقية ال70 رسول ومع ال12 تلميذ. بعد كده رجع إلى مدينة أفسس تاني اللي هو كان عايش فيها، وبقى إنسان مسيحي من الأمم وبدأ يخدم ويكرز بالمسيح. اتعرف على مين بقى؟ على شخصية ممتازة اللي هي بولس الرسول. لما راح وكرز هنا اتعرف عليه وارتبط بيه، وبقى واحد من تلاميذه ومرافقيه اللي فضل معاه بقى في رحلاته التبشيرية. وكان بولس الرسول بيثق فيه قوي، ولأنه كان مجتهد وكان بيتحمل مسؤولية يعتمد عليه. فبولس الرسول وصل له ان في جوع في منطقة اليهودية، والمسيحيين هناك في ضيق مالي، فجمع كمحبة منه بقى من كنائس الأمم عطايا للمحتاجين في أورشليم اليهودية، وعايز ناس معاه عشان يشيلوا الحاجات اللي هينقلوها هناك. اعتمد على مين؟ على تروفيموس. قال له تعالى معايا، قال له أوي. خد معاه 8 منهم تروفيموس. تروفيموس اهتم بقى بجمع عطايا بتاعة الناس المسيحيين من كنايس بتاعة الأمم، وراحوا بيها سافروا من اليونان في رحلة طويلة لغاية ما وصلوا إلى أورشليم. وصلوا أورشليم فسلموا العطايا دي للكنيسة في أورشليم. بكده تمم الخدمة بتاعته، ووضع من كده انه بيهمه خدمة الفقراء والمحتاجين بكل شكل، حتى ما كانش يعرفهم بس هم محتاجين. فجمع من الأمم من بلاد العالم المختلفة عشان المحتاجين في أورشليم واليهودية. بعد كده حصل مشكلة لبولس الرسول. ايه هي؟ اتهموه اتهام ظالم باطل، يعني ما حصلش. ايه؟ قالوا ده دخل تروفيموس الأممي، ده مش يهودي، دخلوا الهيكل. هم عشان شافوه في أورشليم بولس ماشي ومعاه تروفيموس، قالوا بس يبقى دخلوا. وقاموا أثروا الناس على بولس وقبضوا عليه وهو في الهيكل ومسكوه، قالوا ده بيدخل الأمم. ما حصلش، ما دخلش تروفيموس، إذا كان بيتمشى معاه ساعتها في شوارع أورشليم رايحين يخلصوا حاجات. المهم انه الكلام الباطل ده ربنا شاله عنه، وبولس ده بعد كده وصل الى روما واتحاكم هناك وطلع بريء. بعد كده تروفيموس قابله في رحلته الرابعة بقى اللي مش مكتوبة في الكتاب المقدس، وراح معاه. وبعدين هم بيكرزوا، وصلوا مدينة اسمها ترواس. هناك عي بقى تروفيموس، جاله مرض شديد لدرجة انه ما قدرش يكمل معاهم الرحلة، فبولس سابه هناك. الكلام ده كان امتى؟ كان سنة 67. كان خلاص بولس بقى يعني قرب يستشهد، فراح على روما
بولس واتقبض عليه هناك واتحط في السجن، وبعد كده استشهد بولس الرسول. تروفيموس بنعمة مسيح خف وقام كويس. تروفيموس كمان اترسم أسقف على روما، فرعى شعبها واهتم بيه كويس وقعد يكرز بالمسيح لغاية نهاية حياته. تروفيموس الحقيقة واضح ان هو بيحب خدمة المحتاجين والفقراء. يا ريت ان احنا يكون ده التدريب بتاعنا الاسبوع ده، نهتم بالمحتاجين، محتاجين ماديا يعني زي الفقراء، او محتاجين روحيا يعني بعيدين عن الكنيسة ومحتاجين ان احنا نشجعهم ونجيبهم لربنا. يا ريت الاسبوع ده نهتم بالمحتاجين بكل شكل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.